السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوم ورك الحصة الرابعة. هوم ورك جميل ولذيذ، نزل لكم الPDF بتاعه. بنتكلم على الهيت. هفكرك بسرعة كده واحنا بنحل حتة الفروق اللي بين الهيت، بين التمبريتشر، بين السبيسيفيك هيت، وازاي ده بيأثر على الكائنات اللي عايشة في تحت المية، ازاي فكرة نسيم الهواء، ازاي فكرة الكورال ريفز، ازاي حاجة وحاجة وحاجة وحاجة. هنتكلم على تفصيلة في ال 35 سؤال بتوع الهوم ورك. كل سؤال فيه فكرة انا منقهم لك حلو جدا 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 عشان اتاكد ان انت مفيش معلومه ما خدتهاش، مفيش معلومه ما عدتش عليك. تعال نقرا سؤال ونشوف كل سؤال بيقول ايه. يلا يا حبيبي. اول سؤال بيقول لك what is the definition of heat؟ يعني ايه تعريف الهيت؟ قال لك هل هو الاماونت of energy transferred from one body to other، ولا a form of energy that transfer between two bodies due to difference in temperature؟ بس لازم يكون في فرق في الحرارة. الإجابة دي أكتر إجابة منطقية. دي هل هي الاماونت of thermal energy lost from the body؟ ما تنفعش. هل هي a unit of a measurement of temperature؟ برضو ما تنفعش. فالإجابة هتكون B. ليه B؟ إن أنا لما جيت شرحت لك الاماونت of heat، قلت لك الاماونت of heat دي energy transferred from to through the bodies أو the system أو the matter. الشرط بتاعها ان يكون في ديفرنس في الهيت، لازم يكون في فرق في الحراره عشان اعرف اقول يح. لازم تكون كوبايه الشاي سخنه قوي، لما احط ايدي عليها انا اتلسع. لازم يكون الجو حر والتلج موجود، فالحراره تتنقل للتلج فالتلج يسيح. جيت قلت لك لو انا حطيت كوبايه التلج في الفريزر، انت قلت لي مش هيحصل لها حاجه. وجيت قلت لي لو انا حطيت كوبايه الشاي وسبتها شويه وحطيت ايدي عليها، انا مش هتلسع عشان هي بقت بارده زيها زيي. فاللي انا عايز اوصله لك ان لازم عشان تتنقل الحراره لازم يكون في فرق في درجه الحراره. تعال نبص على السؤال التاني. ايه اللي بيمثل الهيت كوانتيتي؟ هل هو مقدار الكاينيتيك انرجي؟ مقدار الكاينيتيك انرجي ده لو انت فاكر ده الجزء بتاع التمبريتشر. جيت قلت لك التمبريتشر بتقيس كميه اللي بالبق اللي في الميه. انت اول ما تحط الترمومتر في الميه وتسخن الميه، ما تبدا تعمل الصوت اللي هتعمله ده او الحركه اللي هتعملها على اطراف الحله، وبعد كده الاطراف هتبقى الميه كلها بتتحرك. ده الترمومتر بيقيسه. الترمومتر بيقيس الحركه، الطاقه الحركيه، الكاينيتيك انرجي اللي موجوده في البارتكلز. ولا الانرجي ترانسفيرد بتوين تو بوديز دي تو ديفرنت في التمبريتشر؟ دي صح. ولا ميجرمنت هاو هوت اور كولد بودي از؟ دي كانت برضو التمبريتشر. قلت لك ده ساعتها كان كوانتيتيف ديسكريبشن، صح. ولا هو الميجر بتاع البادي ماس؟ دي برضو ما تنفعش. فالاجابه برضو هتكون بي. يبقى الاماونت اوف هيت او الهيت لازم يكون في ديفرنس في الهيت، او في ديفرنس في التمبريتشر. ماشي. وات از يونت تو ميجر التمبريتشر؟ التمبريتشر لو انت فاكر احنا قلنا بتتقاس بثلاث حاجات. اول حاجه كانت الكلفن، وقلت لك دي الوحده الدوليه. تاني حاجه كانت السيليزيوس، ودي الوحده اللي بنستخدمها في مصر. واخر حاجه كانت وحده اسمها الفهرنهايت، ودي بتاعت امريكا وما بنستخدمهاش. احنا عندنا الكلفن والسيليزيوس. تعال نبص على الاختيارات. هل الجول دي كانت الانرجي، الكالوريز دي برضو كانت انرجي، او السعر؟ الكلفن تنفع. النيوتن ده كان بتاع، لو انت فاكر كان بتاع الفورس، فما ينفعش. فالاجابه هتكون الكلفن. تعال نبص على السؤال اللي وراه ونشوف السؤال اللي وراه بيقول ايه. A difference between heat quantity and temperature. كل واحد فيهم بيمثل ايه؟ لو انت فاكر قلت لك الهيت كوانتيتي ده العداد، ده كميه الطاقه اللي بتطلع من البوتاجاز، اللي بتسخن الحله، اللي بتسخن الميه، اللي بعد ما الميه بتسخن تروح مسويه المكرونه لو انت فاكر. فجيت قلت لك ان الاماونت اوف هيت دي الطاقه اللي طالعه. طب التمبريتشر ده المقدار بتاع الكاينيتيك انرجي اللي لما السيستم ولا الماده خدت الطاقه بدات تزيد، بدات تتحرك، بدا يبقى فيه افريج في الحركه. فتعالى اقول لك ان الهيت ده هيت كوانتيتي ميجر هاو هوت بادي از. دي غلط. احنا المفروض العكس. هل الهيت كوانتيتي بتتقاس بالجول؟ ماشي. والتمبريتشر بتتقاس بالكلفن؟ الاجابه بي دي صح. تعالى نبص على سي. هل هيت كوانتيتيز بتتقاس بالكلفن؟ لا. والتمبريتشر بتتقاس بالجول؟ لا. العكس بالعكس. لازم مفيش فرق بينهم، الاتنين بيدوا نفس الكونسبت. الاجابه دي غلط غلط غلط. دي بتدي حاجه ودي بتدي حاجه. فالاجابه برضو هتكون بي. if you have equal two quantities of water، يعني السي واحده same specific heat at the same temperature، والتي واحده،
and you added an equal amount of heat to both, what will happen؟ يعني المادة واحدة ودرجة الحرارة واحدة. حلو الكلام. والماس المفروض ان هي تبقى، قال لك two quantities، وده ما قال لك quantities واحدة تبقى برضو الماس واحدة. سيم ماس، يبقى سيم ماس وسيم مادة وسيم درجة حرارة. التمبريتشر هتعلى بنفس المقدار في السيم اماونت، ان هي نفس كل الشروط، ولا هيبقى الانترنال انرجي اوف both quantities will increase by the same amount بس different temperature. ليه different temperature؟ ما هي خدت نفس المادة. حلو الكلام، نفس المادة نفس الماس نفس درجة الحرارة، فدي ما تنفعش. temperature is only will rise برضو لا. الاتنين ما يحصلش no changes في ولا في ده ولا في ده برضو لا. بص بقى السؤال ده عشان السؤال ده فيه فكرة. if you an equal amount of heat is added to two bodies of different masses، يعني الماس مختلف، what will happen؟ الماس مختلف. طبعا ان الماس مختلف ده معناه ان لدرجة ان الماس بتاعته اعلى يحتاج كيو ثيرمال اعلى، والماس بتاعته قليلة يحتاج كيو ثيرمال قليلة. لو انت فاكر القانون كان بيقول لك كيو ثيرمال بيساوي ام سي دلتا تي، فده معناه ان كل ما ده ما يعلى وكل ما ده ما يقل. طب تعالى نبص بقى. The temperature of the smaller body will rise more than the larger body، يعني الماس بتاعت لما ده هتقل التمبريتشر هتزيد، ماشي. ولا التمبريتشر of large body will rise more than the smaller body، ولا the temperature will rise equally in both bodies، ولا it depends on the nature of the material each body is made of. بص يا سيدي، السؤال ده انا عايزك تركز فيه. ليه؟ ان السؤال ده ليه بعدين. اول بعد قلت لك انا ان كل ما الماس هتزيد كل ما كيو ثيرمال هتزيد، وكل ما الماس هتقل كل ما كيو ثيرمال هتقل. بس تعالى بقى نتكلم على علاقة الماس بالدلتا تي. دلوقتي احنا لما جينا حطينا القانون كان كيو ثيرمال بتساوي ام سي دلتا تي، كان ده في طرف وده في طرف، فكان لما ده بيعلى ولما ده بيعلى. قال لك لو انا ثبتت الكيو ده لما هيعلى ده هيحصل فيه ايه؟ قلت لي ده هيقل. ليه؟ ان هما في نفس الناحيه. حلو، فهو بيقول لك انا اديت equal amount of heat added to two bodies of different masses، what will happen؟ اكيد الجسم الصغير اللي الماس بتاعته صغيره هيكتسب طاقه اكتر من الجسم اللي هو اكتر من الماس بتاعته كبيره. ماشي، تعالى بقى نبص على الاختيارات دي. بس خد بالك السؤال ده فيه لعبه بقى. اللعبه بتاعت السؤال ده ان هو ما حددلكش الباديز اللي موجوده اذا كانت different ولا same. ماشي، بص يا سيدي، لو الاتنين نفس المادة هتقول ان الماس القليلة اكتسبت حرارة كبيرة. طب او الماس الكبيرة اكتسبت حرارة صغيرة. وانا جيت قلت لك لما اسخن حلة فيها نص كيلو مية غير لما اسخن حلة فيها كيلو مية، بس في حالة ان يكون الاتنين مية. طب في حالة بقى ان التو باديز مختلفين هتقول لي يا دكتور السي مختلفة، السبيسيفيك هيت نفسها مختلفة، فالحوار بيعتمد على المادة. فهنا السؤال ده سؤال ذكي جدا. قال لك يا معلم اختيار بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ the temperature of the smaller body will rise more than the larger body، دي if the material is the same. طب لو الماتيريال مش سيم بقى هتعتمد على النيتشر اوف ماتيريال اوف اتش بادي، فالاجابه ممكن تبقى دي. السؤال ده ليه اجابتين وممكن تبقى ايه. تعال نبص على السؤال اللي وراه ونشوف السؤال اللي وراه بيقول ايه. بيقول لك how can a body absorb a large amount of heat without temperature rising significantly؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ازاي تفسر ان في جسم اكتسب كمية طاقة عالية جدا من غير ما درجة حرارته تعلى؟
هتقول لي اه زيه زي الميه. هتقول لي اه ده ابو كرش كبير اللي بيحتاج كميه من الطاقه كبيره عشان درجه حرارته تعلى. ده كان ايه ميزته؟ كانت السبيسيفيك هيت بتاعته عاليه يا دكتور، صح ولا مش صح؟ تعالى نبص كده. هل ده معناه ان الماتيريال بيوصل حراره كويسه؟ لا. هل ده معناه ان الماتيريال هاز هاي سبيسيفيك هيت؟ اه، السي بتاعته عاليه. عشان كده يا دكتور بيحتاج طاقة عالية عشان درجة حرارته تعلى. بس انا يا دكتور مش مقتنع بالكلام ده، ممكن تجيب القانون وتثبت لي؟ هقول لك ماشي. تعالى تخيل ان الكيو سيرمال اللي عندنا دي بتساوي ام سي دلتا تي. ماشي. هسألك سؤال. افترض ان الام والدلتا تي ثابته بواحد، مش ده معناه ان كل ما السي ما تعلى كل ما دي ما هتعلى، كل ما احتاج طاقة اعلى؟ يعني كل ما دي ما تبقى عالية قوي دي لازم تكون كمان هي عالية قوي. بس فده معناه ايه؟ معناه ان لو هي عندها هاي سبيسيفيك هيت هتحتاج طاقة عالية جدا علشان درجة حرارتها تعلى، او درجة حرارتها هتعلى بشرط ان يكون في rising temperature عالي او rising amount of heat عالية. ماشي يا دكتور، كلام سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجة. if two bodies with different temperature are mixed in a closed system، يعني جبت لك جبت لك تو ماسز كل ماس فيهم درجة حرارتها مختلفة، واحدة سخنة قوي واحدة باردة قوي. تقول لي يا دكتور وانا مغمض السخن هينقل الطاقة من السخن للساقع. انا لما جيت احط ايدي على ازاز على كوباية الشاي، كوباية الشاي كانت سخنة فانا اللي نقلت الطاقة لايدي. ولما جينا حطينا شوية تلج في الجو العادي، حرارة الهواء او حرارة الجو خلت التلج يسيح او يدوب. فده معناه ان درجة الحرارة بتتنقل من السخن للايه؟ للساقع. هنقرا الاجابات. هل internal energy هتفضل ثابتة؟ اكيد لا. الانترنال انرجي اوف هوتر بادي increase and internal energy of cooler body decrease. ازاي؟ ده العكس. ده المفروض ان الكولر بادي هو اللي هيكتسب طاقة عشان يسخن، تبقى دي ما تنفعش. بيقول لك الاجابة الرابعة، هل الانترنال بوديز هتزيد في الاثنين؟ لا، واحدة هتزيد واحدة هتقل، واحدة هتفقد واحدة هتكسب. تعال بص على الإجابة الثالثة. بيقول لك الانترنال انرجي اوف بوث بودي بالانسد، يعني هيوصلوا لتوازن. حلو، لحد ما يوصلوا للكومن تمبريتشر، يعني أول ما درجة حرارتهم تبقى واحدة هيبقى في بالانس بين ده وبين ده. ما هو أنا لما يبقى كوباية الشاي باردة وأنا إيدي باردة أنا ما تتنقليش حرارة. ليه؟ إن كمية الطاقة اللي عندي بتساوي كمية الطاقة اللي عندها. ماشي، سؤال سهل، سؤال حلو مش سهل على فكرة، سؤال حلو. وخد بالك الواجب المرة دي أنا قصدت أجيب لك كلمات مجعلصة، تلاقي الإيه السؤال طويل والإجابات طويلة عشان ده النظام الجديد. عايزك تركز في الأسئلة وتقرأ بالراحة وتشوف في كل إجابة هو عايز يقول لك إيه ونستنتج إزاي ونبدأ نستبعد الإجابات إزاي. When a body absorb a quantity of thermal energy، اكتسب طاقة، ايه اللي هيحصل للامبليتيود اوف موليكولار فايبريشن؟ احنا قلنا الكلام ده. قلنا يا باشا اول ما الحرارة هتتنقل من النار للحلة للمية، المية هتبدأ على الأطراف تتحرك، تحصل فايبريشن عالي، بلبق 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 بلبق، صح؟ وقلت لك الكاينيتيك انرجي هتزيد، فحط الترمومتر هيقيس درجة حرارة عالية. فعايزك تبقى عارف ان اول ما البادي هيابزورب كوانتيتي اوف ثيرمال انرجي اللي هيحصل الامبليتيود بتاع الفايبريشن هيزيد، وبعد كده التمبريتشر يقيس الكاينيتيك انرجي اللي موجود. اكيد مش ريمين كونستانت، واكيد مش ديكريز، واكيد مش هيقف. السؤال اللي وراه بقى، ايه اللي هيحصل when a heat is transferred؟ ثانية واحدة. تعالى نبص على السؤال ده. احنا بس وقفنا لحد اني عشان نزلت بسرعة. ماشي، احنا هنا في السؤال رقم 10. بيقول لك how does the absorbed thermal energy affect the kinetic energy of the molecular in the body؟ بيقول لك انا اكتسبت حرارة، قلت لي انت اكتسبت حرارة، الفايبريشن زادت فالكاينيتيك انرجي زادت،
فالتمبريتشر زادت. تعال نبص على الاجابات. لما اكتسبت حراره هل الكاينيتيك انرجي قلت؟ لا. هل ريمين كونستانت؟ لا. هل الكاينيتيك انرجي زادت؟ صح. هل الكاينيتيك انرجي اوف اذر ستوبد؟ غلط. فالاجابه هتكون سي. خد بالك انا في اول 10 اسئله كنت مزنوق في الحته دي عشان انا عايز اعلمك الحته دي، اعلمك ان الحراره ما بتتنقلش غير لما بيكون في ديفرنس، ان الجسم لما بيكتسب حراره الكاينيتيك انرجي بتزيد فبقيس تمبريتشر، والفرق بين الاماونت اوف هيت والتمبريتشر. الاماونت اوف هيت خد بالك ده مقدار الطاقه اللي بتتنقل من هنا لهنا، لكن التمبريتشر مقدار الكاينيتيك انرجي اللي زادت. حلو. وكان في حته بقول لك لما الجسم بيكتسب طاقه اكوردنج للماس، اكوردنج للسي، واكوردنج للدلتا سي. بيقول لك when heat is transferred from a hot body to a cold body، يعني درجه الحراره اتنقلت من العالي للواطي، من الحر للسخن. هل بيقول لك بقى هل الحراره هتتنقل من الكولدر بادي تو هوتر بادي؟ لا. هل الديفرنس ان ماس the difference in mass between two bodies؟ برضو لا. هل the difference in temperature between two bodies؟ هل the imbalance in internal energy between two bodies؟ غلط. الإجابة هتكون فرق درجة الحرارة، ده درجة حرارته كذا وده درجة حرارته كذا، اللي درجة حرارته عالية يتنقل لدرجة حرارته قليلة. عشان انا قلت لك ان لازم عشان يتنقل يكون في difference في temperature difference. تعال نبص على السؤال اللي وراه. بيقول لك قول لي correct relationship between السيليزيوس and كلفن. بيقول لك لو انت فاكر انا كنت بقول لك ان التي كلفن بتساوي تي سيليزيوس بلس 273. تعال نبص على الاختيارات نشوف نختار الاجابه دي. هل التي كلفن بيساوي تايمز ديفايدد او اوفر؟ لا. ماينس؟ لا. الاجابه هتكون بوزيتيف. فالتي كلفن اعلى من التي سيليزيوس. بيقول لك if a body's temperature equal 25 سيليزيوس 25، قولوها لي بالكلفن من غير ما انا مغمض. الكلفن بتساوي 273 بلس 25 اجمعهم 298. تعال نبص على الاختيارات. 325 298 273 248. الإجابة هتكون 298. بيقول لك what is the temperature difference between two bodies؟ واحد فيهم 100 سيليزيوس، واحد فيهم 373 كلفن. لو انت فاكر وانا بشرح لك قلت لك ان مقدار الزيادة او النقصان في الكلفن هو مقدار الزيادة او النقصان في السيليزيوس. يعني لو ده زاد 100 ده هيزيد 100، طب لو ده زاد 50 ده هيزيد 50. فتعال نبص على الفرق بين ده وبين ده. يلا. اول حاجة قال لك احنا عندنا ال100 بقت 273، يبقى الفرق كام؟ 100 لا هو بين 100 لحد 373، فالفرق هيبقى كام؟ هيبقى 273. سواء الفرق كان سيليزيوس او الفرق كان كلفن هيبقى هو. فالاجابه هيكون ان الديفرنس بينهم 273 كلفن. بس انا يا دكتور مش مقتنع بالكلام ده. ممكن يا دكتور تثبتها لي؟ هثبتها لك. هو احنا دلوقتي بيقول لك حول من سيليزيوس لسيليزيوس والاجابات كلها كلفن. تعال نجرب. هو ال100 كلفن ال100 سيليزيوس بيساوي كام كلفن؟ هتقول لي يا دكتور كان بيساوي 273 بوزيتيف 100 هيديك 373 كلفن. ده كده الاولاني. طب التاني 373 تقول لي يا دكتور 373 سيليزيوس بيساوي 273 زائد 373 هيطلع كام؟ هيطلع 646 بالكلفن. ممكن تقول لي الديفرنس بينهم بقى؟ هقول لك الديفرنس بينهم 646 ماينس 373. شوف هيديك كام؟ هيديك 372. شفت بقى؟ يعني في كل الاحوال الفرق واحد، فالاجابه هتكون 273.
if a body's temperature is 273 سيليزيوس. 273 سيليزيوس، يا لهوي. ماشي. هل البادي's temperature is 5 كلفن؟ اكيد لا. هل البادي's temperature is below absolute zero؟ عايز اقول لك على حاجه عشان بس قبل ما اتكلم في اي نقطه. مفيش درجه حراره تحت الابسوليوت زيرو. يعني انت اول ما تشوفها اعمل عليها اكس. ان الابسوليوت زيرو دي اقل درجه حراره ممكنه. خد بالك دي درجه حراره افتراضيه، هم حتى ما وصلولهاش. كانت عباره عن درجه حراره هم حسبوها ايه درجه الحراره لما الجسم بيوصل لها او لما الميديا بيوصل لها الكاينيتيك انرجي بتستوب. الجزيئات ما بتتحركش من مكانها من كتر ما هي ما عندهاش طاقه. ماشي. هل ده معناه ان البادي از كونتينوسلي لوزنج انرجي؟ ملهاش علاقه. هل ده معناه ان البادي از اكسلريتنج رابيدلي؟ بتتحرك بسرعه؟ ليه بقى؟ تعالى نتخيل ان احنا زودنا درجه الحراره لحد 100. هتقول لي يا دكتور دي الميه هتغلي. طب لحد 200 ده اكتر واكتر. لكن لما اقول لك بقى 273 اديت كميه طاقه ترفع درجه الحراره ل 273، ده معناه ان البارتكلز تتحرك بسرعه 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 بسرعه. فاكر لما قلت لك بتاعت احنا في شهر؟ فاهم؟ دم تقيل جدا. تعالى بقى نخش نشوف الجزء اللي بعديه. if a body's temperature is 0 سليزيوس. 0 شرحتها لك كتير دي، كان اول مثال دايما 0 سليزيوس. قلت له يا دكتور الحوار بسيط، 273 بلس 0 تبقى كام كلفن؟ تبقى يا دكتور 273 كلفن. ماشي، يبقى 273 كلفن. تعال نبص على السؤال رقم 17. when heating water from 20 to 100 سيليزيوس. ماشي. هتحتاج تمبريتشر انكريز قد ايه في الكلفن؟ انا لسه قايل لك ولسه مثبت لك ان الفرق في السيليزيوس دلتا سيليزيوس بيساوي دلتا كلفن، يعني الفرق هو. فانت متخيل من 20 ل 100 انا احتجت 80، يبقى في السيليزيوس يبقى احتاج كام في الكلفن؟ احتاج برضو 80، بس انا مش مصدقك يا دكتور. تعال نجرب. قال لك يا باشا 20 سيليزيوس بتساوي كام كلفن؟ قلت له يا دكتور 273 زائد 20 طلعت 293. طب ال 100 سيليزيوس يا دكتور تساوي 273 زائد 100 طلع 373. اطرح ده من ده تقول لي دكتور 373 ماينس 293 هتطلع 0. 17 من 9 8 و2 من 2 0، يبقى الفرق برضو 80. بس انا حبيت اثبتها لك اكتر. انا عايز الون لك الكلام ده. هات يا ابني الماركر. 80. تعال نبص على السؤال اللي وراه ونقول لو انا عندي 1000 جول اوف هيت از ادد تو تو ديفرنت بودي. واحد متكون بص من الايرن، واحد متكون من الووتر. دكتور انت قلت لي الووتر ده اعلى سبيسيفيك هيت، اعلى سي. طب والايرن اقل سي، فده معناه ان انا احتاج طاقه عاليه جدا عشان ارفع الميه، صح ولا مش صح؟ ارفع درجه حراره الميه. فبيقول لك هل التمبريتشر اوف ووتر ويل رايز مور ذان ايرن؟ اكيد لا، عشان السبيسيفيك هيت بتاعت الايرن اعلى. هل التمبريتشر بتاعت الايرن هتزيد اعلى من الووتر؟ صح. هل الاثنين هياخدوا نفس التمبريتشر؟ لا. هل التمبريتشر اوف ولا ده هتتغير؟ برضو غلط. فالاجابه هتكون the temperature of iron will rise more than the water. ماشي، كلام حلو وبسيط ومفيهوش اي حاجه. تعالى بقى اوريك نوع جديد جدا من الاسئله هتبقى احنا هنجاوب المساله ومش هتلاقي ولا اجابه في الاختيارات، بس احنا هنحل عادي جدا ومفيش اي مشكله. تعالى يقول لك يا معلم if 2 kilograms of water is heated from 2 Celsius to 100 Celsius, what amount of heat required given that the specific heat of water is 4184 joule per kilogram Kelvin. اول حاجه يا معلم تعالى نحدد اول حاجه الماس.
الماس هنا 2 كيلو. ماشي كده جبنا الماس. وعندنا الدلتا تي ماينس 2، بس انا خليها دي ماينس 20، يعني خليها طلعناها من 20 لحد 100، يبقى الدلتا دي بكام؟ ب 80، والسبيسيفيك هيت بتاعتي ب 4184. تعالى نحل السؤال. الكيو ثيرمال بيساوي ام سي دلتا تي، الام بتاعتنا ب 2 كيلو جرام. طب والسي بتاعتنا ب 4184 تايمز 80. تعالى نجرب بالايه؟ بالآلة، شوف هيطلع ايه. 2 تايمز 4184 تايمز 80، يطلع معاك الناتج 669440. دي بالجول. خد بالك ان الانسر هنا هتكون بالجول يا شباب. وهي تقريبا ولا واحده من الاجابات دي، ان كل الاجابات دي خد بالك 5 ديجيتس 5 ارقام، والاجابات اللي هتطلع معاك لازم تطلع 6 ارقام. حلو، فعشان تتظبط معاك وتبقى قريبه هتحاول ترفع درجه الحراره من 2 ل 10. فعلى اي وضع انت هتحل المساله بالطريقه دي وخلاص. تعال نبص على المساله اللي وراها ونشوف المساله اللي وراها بتقول ايه. What is the unit of specific heat in the international system of unit؟ السبيسيفيك هيت انت كنت فاكر كانت جول بير كيلو جرام كلفن. تعال نبص على الاختيارات. جول بير متر غلط، جول بير كيلو جرام كلفن دي اللي صح، كلفن كيلو جرام بير جول غلط، نيوتن بير متر برضو دي غلط. تعال نبص على السؤال اللي وراه. خش على السؤال رقم 21 ونشوفه بيقول ايه. If you want to arise the temperature of 1 kilogram of material with low specific heat by 1 Kelvin. حلو. Compared to another material with high specific heat. يعني مين اللي specific heat بتاعته اعلى؟ اللي هو التاني. انا بقى عايز اعرف الاولاني اللي specific heat بتاعته قليله هيحتاج طاقه اكتر ولا طاقه اقل؟ هتقول لي اللي specific heat بتاعته قليله هتحتاج طاقه اقل. فهل هو هيحتاج لس ولا هيحتاج مور ولا ذا سيم ولا ما اقدرش احدد؟ لا، هحتاج لس. ليه؟ ان السبيسيفيك هيت بتاعته واطيه. تعال نبص على السؤال رقم 22. In applications require the thermal stability why are materials with high specific heat used؟ لو انت فاكر احنا كنا بنقول على الميه عندها high specific heat، فبتاخد درجه الحراره، بتاخد كميه الحراره، بتشتغل كانها حاجه اسمها ريزرفوار، مخزون، تختزن كميه الحراره وتاخدها بالراحه وتطلعها بالراحه. وجيت انا مثلت لك قلت لك الشخص ابو كرش كبير بياكل كتير علشان يشبع، والاكل اللي معاه ده بيفضل كتير علشان يجوع تاني. حلو. فهل هو عشان بيلوس الهيت كويكلي؟ لا. هل عشان هو بيريتين الهيت فور ا لونج بيريد؟ دي الصح. هل هو بيرياكت كويكلي والثيرمال تشينجز؟ ده غلط، ده اصلا ازاي ستابيليتي. هل عشان هو بيكوز زي كويكلي تشينج فروم سوليد تو جاز؟ برضو غلط. مفيش حاجه اسمها من سوليد تو جاز اصلا، لازم نعدي على الليكويد الاول. فالاجابه هتكون بي. تعال نشوف السؤال اللي وراه بيقول ايه ويلا بينا. What is the mathematical formula to calculate the amount of heat gained or lost by a body؟ اللي هي كيو ثيرمال. من احنا قلنا كيو ثيرمال بتساوي ايه؟ قلت له يا دكتور الكيو ثيرمال بتساوي ام سي دلتا، لا الدلتا مش كده، دلتا تي. الفن ده والله العظيم عظيم. تعال نبص على الاختيارات. هي هتكون دي ام سي تي او ام سي دلتا تي. لو انت فاكر التي دي كانت التغير في درجه الحراره، يعني من تي فاينل لتي انيشال، من تي 2 لتي 1. ان ذا فورمولا كيو يساوي ام سي تي
وات داز تي ريبريزنت؟ سبحان الله، كاني عارف السؤال اللي وراه والله، كاني انا اللي حاطط الاسئله. هل ده معناه التغير في الماس؟ اكيد الام مالهاش دعوه بالتي. هل معناه التغير في التمبريتشر؟ هل معناه سبيسيفيك هيت؟ غلط، سبيسيفيك هيت دي كانت بالسي، والاماونت اوف هيت دي كانت الكيو ثيرمال. فالاجابه هتكون بي، ان هي هتكون التغير في درجه الحراره. if the mass of the body m is 2 كيلوغرام، يعني الام بتساوي 2، the temperature change is 10 كلفن، يبقى الدلتا تي ب 10 and the specific heat of the material is 1000 جول بير كيلوغرام كلفن. ماشي. what is the amount of heat؟ يعني عايز الكيو ثيرمال. هات يا معلم الكيو ثيرمال بيساوي ام سي دلتا تي. الام كانت ب 2 والسي كانت ب 1000 والدلتا تي كانت ب 10، هتطلع لك بكام؟ ب 20000 تقريبا، 20000 جول لما تيجي تستخدم الآلة. تعال نبص على السؤال اللي وراه، احنا خلاص قربنا نخلص الواجب. What is the effect of increasing the mass m on the amount of heat gained or lost؟ تعال نكتب القانون. Q thermal، انا عارفك زهقت، ام سي دلتا تي. بيقول لك انا دلوقتي هزود الام، يعني الام هتزيد. طب لما الام هتزيد الكيو ثيرمال هتزيد. ليه يا دكتور؟ اكيد انا لما احب اسخن حله ميه صغيره غير لما احب اسخن حله ميه كبيره. فالام لما تكون صغيره واكبرها هتحتاج طاقه اكبر، هحتاج اغير الشعله من الشعله الصغيره للشعله اللي في النص، فساعتها الاماونت اوف هيت انكريز. تعال نبص على السؤال اللي وراه. If the mass of the body is increased from 2 كيلو to 4 كيلو while keeping the specific heat and temperature change constant، ده هيأثر ازاي على Q thermal؟ تعال نتكلم. Q thermal بيساوي MC دلتا T. بيقول لك انا هضرب هنا في 2، يبقى انا لازم عشان اسويها اضرب هنا في 2، فلازم الكيو ثيرمال ايه؟ تزيد الضعف، فالكيو ثيرمال التشنج اللي يحصل فيها هيدبل. تعال نبص على في دبل ديكريز هاف. ديكريز هاف ده لو الاثنين في نفس الناحيه، يعني لو الاثنين في نفس الناحيه، لو الام زادت مثلا الضعف الدبل والكيو ثيرمال ثابته، ساعتها الدلتا تي هتقل النص، هتقل الهاف. ماشي. تعال نبص على السؤال اللي وراه. if the mass of the body doubled، يعني كيو ثيرمال برضو بيساوي ام سي دلتا تي but the amount of heat is added is remain constant. يعني ايه؟ يعني انا ده ثابت constant. حلو. وعندك الام doubled، يعني بقت 2 ام سي دلتا تي. حلو. انا دلوقتي السي ما ينفعش اغيرها، ما ينفعش ايه؟ اغيرها. حلو. فانا دلوقتي عايز اخلي دي ثابته، يا اما اضرب دي في 2 وده ما ينفعش، يا اما اخلي دي ديفايدد على 2. طب مين اللي اخليه ديفايدد على 2؟ الدلتا تي. فقال لك ايه اللي هيحصل للتمبريتشر؟ قال لك التمبريتشر هتقل النص. خد بالك الحوار منطقي. انا دلوقتي لما اجيب نص لتر ميه واحطه في حله واسخن عليه الشعله، حلو، وثبت الشعله وجيت ضفت نص متر تاني او نص لتر تاني ميه، هل انت متخيل ان هو هيسخن بنفس الطريقه؟ لا، الميه بقت كتير عليه، فدرجه الحراره بدل ما هتطلع ل2 مثلا هتبقى ل1، هتبقى الهاف. ليه؟ ان انا زودت الايه؟ الماس للايه؟ للدبل. بيقول لك why is the surface temperature of water lower than that of the rocks and sand during ايه؟ during summer. يعني ليه الميه درجه حرارتها بتبقى قليله بالنسبه للرمله والصخور اللي جنبها، بالنسبه للاسفلت؟ فاكر لما حكيت لك حكايه الجيش؟ فانت قلت لي يا دكتور علشان السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر عاليه قوي، فبتحتاج طاقه عاليه قوي عشان تعلى، على عكس الايه؟ الاسفلت والحديد والرمله والزلط وكل الكلام ده كله باقل حراره درجه حرارته بتعلى. فاكر؟ فتعال نبص على الاختيارات. هل علشان السبيسيفيك هيت بتاع الووتر اعلى من السبيسيفيك هيت بتاع ده؟ صح. هل بيكوز الروك والساند عنده مور هيدروجين بوند؟ اكيد غلط. هل بيكوز الووتر evaporate quickly in summer cooling the surface؟ برضه غلط. هل بيكوز the water surface absorb less heat؟
برضو غلط. هما اللي بيمتص نفس كميه الحراره، بس للاسف الميه او لحسن الحظ يعني الميه درجه حرارتها ما بترتفعش بسهوله. فاضل 4 اسئله يلا نحلهم. ايه اللي بيسبب السي بريز؟ السي بريز ده اللي هو ايه؟ نسيم البحر. فاكر انا لما حكيت لك حكايه نسيم البحر دي؟ تعالى نرسم نسيم البحر. هات البحر، ادي البحر. قلت لك البحر عامل كده، وهنا في ميه وهنا في ميه، حلو، وهنا قلت لك في سمك كتير، وقلت لك هنا في رمله. فين الرمله؟ ادي الرمله، بس الرمله سخنه شويه، حلو. وقلت لك هنا في شمس، الشمس هتسخن هنا وهتسخن هنا. قلت لك لما هتسخن هنا الحراره هتزيد، فالهواء هيسخن فهيعلى فهيعلى فهيعلى، فهيكون المكان ده فاضي، فهيجي الهواء الساقع من هنا لهنا. نخلي الهواء الساقع بالازرق، هات الهواء الساقع بالازرق، وهيجي الهواء الساقع كده، فهنا هيبقى مفيش هواء عشان الهواء كثافته قليله فطلع لفوق. فتعال نبص على الاختيارات ونشوف بعد ما انا حكيت لك الحكايه الظريفه دي ايه الاختيارات بتقول ايه. هل التمبريتشر بتاعت الووتر decrease faster than the land causing hot air to move from land to sand؟ ده غلط. هل الووتر evaporate quickly؟ برضو غلط. تعال نبص على سي ودي بقى. هل اللاند heat faster than water causing the air above the land to warm and arise عشان كثافته بتعلى، and cooler air from the sea replace it، الهواء النسيم هيجي من الساقع من الميه الساقعه للرمله اللي انت قاعد عليها. وساعتها قلت لك ياه هتحس الهواء الساقع جاي، تقعد تقول من جواك ياه فلوسي حلال، انا فعلا جيت عشان اشم نسيم البحر. حلو، فالاجابه هتكون سي. تعال نبص على سؤال رقم 31. if the surface temperature of water rises slightly over a hot day why doesn't the temperature of air above the water rise significantly؟ يعني ليه الميه او ليه درجه الحراره بتاعت الميه ما بتعلاش على الرغم انها بتمتص الحراره طول اليوم؟ برضو الاجابه بتاعتها بسبب ان الميه السبيسيفيك هيت بتاعتها عاليه. هل عشان الاير اباف ووتر ابزورب هيت فاستر؟ لا. هل because water stored a large amount of heat without its temperature rising much due to high specific heat؟ هي دي الاجابه الصح. تعال نبص على باقي الاجابات. هل عشان الاير موف فاستر ثان؟ غلط. هل because the water surface reflect most of the incoming heat؟ برضو الاجابه دي هتكون غلط. خلاص باقي سؤالين. how does the high specific heat of water help protect cold blooded marine animals؟ بيقول لك لو انت فاكر احنا قلنا هو ازاي بيحمي الكائنات اللي هي بارده الدم. قلت لك الكائنات بارده الدم بالنسبه لي بتاخد حرارتها من بره، فمحتاجه يكون بره في استقرار، يعني درجه الحراره ما بتعلاش بسرعه وما بتقلش بسرعه. طب ده بيحصل امتى؟ لما تكون قاعده في وسط السبيسيفيك هيت بتاعته عاليه، يعني ما بيسخنش على طول، في ستابيليتي، فعشان كده قاعد في الميه. فتعال نبص على الاجابات. علشان بيمنعوا ان هو يتحرك تو ديبر ووتر، دي غلط. هل علشان الميه درجه حرارتها بتعلى بسرعه؟ برضو غلط. هل عشان بيسمح لهم ان هم يعيشوا الرابيدلي تشينجينج تمبريتشر؟ برضو دي غلط. ولا علشان it provides a stable environment where the water temperature remain close to their thermal requirements، بتخلي الكائنات الحيه او الميه قاعده في وسط قريب لمتطلباتهم، thermal ايه requirement. اخر سؤال بيقول لك why are coral reefs sensitive to temperature changes in the oceans؟ علشان هي they live in deep water، هي ما بتعيش في الديب ووتر اصلا، هي بتحتاج درجه حراره عاليه او درجه حراره كويسه، بتحتاج لايت عشان تعمل الفوتوسينثيس، فاول واحده غلط. هل عشان هي بتحتاج specific temperature to survive؟ قلت لك هي sensitive عشان بتحتاج specific، الاس مع الاس لو انت فاكر. حلو. ولا عشان بتعتمد على الاثر اورجانيزم فور فود؟ برضو مش هي دي الاجابه. ولا عشان بتمنع من الحركه انتو ديب ووتر؟ برضو غلط. فالاجابه هتكون because they need specific temperature to survive. بكده يا شباب نبقى حلينا الهوم ورك بتاعنا 33 سؤال ب 33 فكره. انا كنت عايز ارسخ لك كل حاجه شرحناها، من اول فكره الهيت ديفرنس، فكره يعني ايه سبيسيفيك هيت، فكره يعني ايه الاماونت اوف هيت اللي بتعتمد على الماس والسي وعلى الدلتا تي، وقلت لك ازاي نفرق بين الاماونت اوف هيت والتمبريتشر،
ودرجات الحراره بين التمبريتشر كيلفن وسليزيوس، واتكلمنا على النقطه دي كويس، وحلينا كام مساله، وقلنا يعني ايه سبيسيفيك هيت اوف ووتر لازم تبقى عاليه، وازاي ده الحوار هيفرق مع الكائنات اللي عايشه جوه الميه، وفكره السي بريزنج والكولد بلادد والكورال ريفز تقريبا ما سيبناش حته ما سالناش عليها. وانا بحط الاسئله بتاعت الهومورك ببقى قاصد ان انا اسالك في كل حاجه، فانا عايزك تذاكر كويس وبعد كده تبص على الاسئله، ولو انت بتبص على الاسئله وانت بتحل السؤال حاول ترجع لمكانها في الروشته او في الملزمه، عشان تبقى انت عامل كونكت كده بين السؤال وبين مكانه في الكتاب بتاعك، عشان الفوتو ميموري بتاعتك تتظبط احسن واحسن. اتمنى الواجب بتاع الاسبوع ده يكون خفيف ولذيذ، واستنوا الواجب بتاع الاسبوع الجاي. مع السلامه.